السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. بالنسبه للحلوه اللي غنشارك معكم حلوه ديال الشوكولا اللي كتجي رائعه بواحد الحشوه اللي خطيره لذيذه، ولو تخدموا غير الحشوه بوحدها كتجي خطيره ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهنا عندي هاد السيليكون، عندي كذلك الشوكولاته، يعني بديل الشوكولاته السوداء او البيضاء، المهم كتبقى لكم اختياريه. فايتا خدمت التشكيلات بالشوكولاته الابيض، يعني بغيت نخدم الشوكولاته الاسود. صافي غندوبتو في الميكرووند، ضفت عليه واحد شويه ديال الزيت هكا باش ما يكونش قاصح بزاف، وصافي كنعمر هذاك السيليكون، يعني تقريبا هز لي واحد 2 معالق صغار. صافي كنمشي غير هو هاد المول هذا، يعني دوك الحواشي هكا جاو يعني شويه من الفوق متنيين بزاف، يعني ضروري خصني دوزت عليهم في التالي، يعني حتى تبردوا وبانوا لي البلايص اللي خاويين. دوزت عليهم الفرشاه لان جاي شويه هذاك الفوق ديالو، يعني جاي شويه هكا متنيين هكا، ما كتوصلهمش الشوكولاته حتى تا الفوق. صافي كملتهم هكا، يعني كنبدا نمشي وكنخليه يبرد شي شويه، وكنولي تاني نمشي حتى تغطى السيليكون كامل. وكذلك في هذا الشكل هذا خديت منه واحد، يعني ما درتش السيليكون كامل، هي واحد الكميه قليله. خدمت بهذا البسكوي هذا، يعني طحنته كاس عامر، وعندي كذلك كاس عامر ديال الصابلي، يعني الصابلي اللي خدمته في الدار، هذاك اللي كيتهرسوا لكم هذوك اللي شيت هكا او بقى لكم ما زينتوش، كطحنوه يعني كاس عامر، وربع كاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون. وصافي وكنعجنو ب 200 غرام اللي خدا ليا ديال شوكولاته الدهن. تقدروا تخدموه بحليب مركز محلى، ولكن انا فايته خدمت شكيلات بهذاك الحليب محلى. صافي يعني عجنتهم بهذا، وكيجي واحد الحشوه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. يعني هاد العبار هذا خدات ليا 200 غرام ديال الشوكولاته. صافي الشوكولاته راه تجمد يعني في السيليكون. صافي كنجبد كنعمرهم هكا، يعني راه دغيا كيتجمد هذاك بديل الشوكولا، ماشي بحال الشوكولا غيش كيتعطل في باش يجمد. هذا راه دغيا كيجمد، يعني نتوما كتخدموه كيجمد في البلاصه. صافي كنبدا نعمر بهذيك الحشوه، وما تعمروش بزاف باش نخليو البلاصه، يعني باش غنغطيو كذلك بالشوكولا. بالنسبه لهاد الشوكولاته يعني غير تعمروها وتغطيوها بالشوكولا وتخليوها هكاك، يعني كتجي شوكولاته محشيه كتجي رائعه ولذيذه. تقدروا كيما درت انا، غادي تشوفوا معايا، انا درت ليها الصابلي، يعني حطيته فوق الصابلي. يعني فيها جوج اختيارات، يا تخليو الشوكولا هكاك يعني كتقدم بحال الشوكولاته بوحدها، او تقدموها كيف انا قدمتها يعني مع الصابلي. هنا صافي يعني ملي عمرت هذوك سميتو عمرت السيليكون كامل، كنغطيه بالشوكولا، يعني نفس الشوكولا باش عمرت كنغطي غير شي شويه من الفوق، يعني واحد طبقه رقيقه غير باش يتغطى هكا. ديك الحشوه ضروري خصها تغطى. صافي غنستمر بهذه الطريقه، وغادي ندخلهم غير يبردوا شي شويه تماسكوا، وغادي نزولهم. انا ما خليتهمش يعني طولوا في الوقت، بغيت نسالي يعني هاد الحلوه هذه. وصافي يعني تا برد راه دغيا كيجمد، يعني بديل الشوكولا راه ماشي بحال شوكولاة الغيش كيتعطل، اما هذا راه دغيا كيجمد. نتوما غير كتكملوا كتحيدوا يديكم راه بدا كيجمد. صافي غنخليه حتى تيتجمد مزيان، وغادي نزولهم ونكملوا لهم التزيين ديالهم. هانتوما كي كتشوفوا يعني راه غير هو كما قلت لكم عنده هذوك الجوانب بزاف متنيين، شويه كيكونوا صعابين. هذا انا احسن نخليه غير لي زونترومي. بالنسبه للشوكولا شويه يعني كاينين شي وحدينات اللي تهرسوا ليا، وربما انا اللي ما عمرتهمش مزيان بالشوكولات. كما قلت لكم هذوك الجوانب اللي الفوق اللي طالعين ما كيبانوش هكا، ولو درت بالفرشه عاودتهم. ولكن يعني هذا نخليه غير لي زونترومي، نبقى نخدم به لي ميني زونترومي كيف ما فايته شاركت معكم. يعني لي زونترومي راه كيكونوا يعني اي تزولوا باي، يعني ولو يكون في اي نوع من انواع السيليكون كيتزولوا. بالنسبه للزين كما قلت لكم انا كنت معوله، يعني كانت عندي هذيك لا بومب اللي خدمت بها لونترومي، وكنت صافي غادي تكفاني، غادي ندير عليهم كاملين، وبغيتهم هكا يعني بالغوز. ملي جيت نجرب يلا درت ليا 3 وهي تحبس، يعني ما بقاش فيها ديك لا بومب. ما كتعرفوش يعني واش عامره ولا لا، كنت حركتها لقيت يعني قلت راه باقا الكميه غادي تكفاني ان شاء الله، نرش بها هادو كاملين. ملي درت بها غير 3 وهي تحبس. صافي ماشي مشكل، غادي واخا التزيين اللي كان في راسي ما طلاش كمل، ماشي مشكل. ندير لهم غير خطوط الشوكولا كما شفتوا في البدايه. صافي الصابلي راه عندي، كانت عندي عجينه ديال الصابلي وقطعتها يعني قليبات، قطعتها دوائر. يعني قطعت ديك الكميه كاع اللي بقات لي، صافي حيدتها وطيبتها، كانت باقي عندي في الثلاجه. الصابلي غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، يعني راه فايته خدمته. وصافي يعني كنلصقهم بشويه ديال الشوكولا، وكما قلت لكم يعني تزيين ما كملش التزيين اللي كنت باغا في الاول.
ما راضياش عليه فعلا، كنت باغاهم يكونوا كاملين بالغوز. هذه هي الفكره اللي كانت عندي. ملي تقادات لي ديك لابوم ما كاينش هنا، ما غاديش نشريها يعني، كتكوموندا باغ انترنيت وما كتوصلش نيشان وصافي. يعني وليت درت خطوط بالشوكولا البيضاء لان ما بغيتش انا نخليه هكاك يعني كحل. كنت يعني باغاه بالغوز ما كتبش، مي غادي درت ليه هاد الشوكولا هكا بالخطوط، واخا ما راضياش على الزين ولكن كذلك جا زوين. يعني وليت في الاخر تقبلت النتيجه وصافي. يعني كملتهم هكا خطوط بالشوكولا، دوزت واحد شويه الشوكولاط الابيض ودوزت عليهم الخطوط. يعني كنت درت ليهم لا بومب، يعني خصني ندير لهم فلوكاج قبل ما نسقوهم مع الصابلي، عاد باش كتحطوهم يعني كترشوهم عاد حتى ينشف، عاد باش كتحطوهم فوق الصابلي. ملي ما كتبش راني حطيتهم فوق الصابلي وزينتهم بخطوط الشوكولا، ودرت لهم واحد شويه ديال لي فوي دور يعني باش يهرسوا هذاك اللون الغامق. وهادو هما اللي كنت يعني كنت باغاهم يكونوا هكا كاملين، يعني بهذا اللون الغوز. هذا هو الشكل اللي كنت باغا كما قلت لكم غير 3. ومع ذلك راه كاين شي بلايص اللي وليت نعاود ليهم لان ما كافيش بقي واحد شويه. يعني ملي هذيك لابوم نشفتها وصافي. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشوكولا هذه او صابلي بالشوكولات اللي كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعني الفكره تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولو تجربوا غير الحشوه وديروها كويرات وتغطوهم في الشوكولات يعني تكون دايرين معاه الكاوكاو. بقى لي واحد شويه غادي نخدمو غنديرو في الكويرطات. يعني مبقاش ليا الوقت باش نشاركو معكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تبخلوش علينا بلايكاتكم وخليو لينا بزاف ديال التعليق اللي كتحفزنا. بارطاجيو كذلك الفيديو مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل. وكذلك كنشكر الناس اللي كتشجع القناه ديالي كتخلي لنا التعاليق اللي كتحفزنا. وبالنسبه للناس اللي انضموا للقناه مرحبا والف مرحبا. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله.